التونسي عز الدين السبعي اسم دخل الرعب في نساء إيطاليا وخاصة العزايز منهم. باش تفهموني أكثر نرجعوا ل 15 سبتمبر 1997 وين نلقاو طفلة صغيرة اسمها روزي واقفة في محطة التران ومعها أمها، وفي وسط العباد الكل ما لاحظت كانوا وجه واحد بركة تاع راجل في الأربعينات من عمره، وجه عمرها ما نسيته، وجه شافته خارج يجري من بحذا جارتهم لوتشيا في النهار اللي لقاوها فيها مذبوحة. لهنا ديريكت خزرت لأمها وقالت لها ماما كويستا الاسينسيو تونيزينو، والا امي هذا هو السفاح التونسي. والحقيقه ما استحقوش اصلا وقتها يبلغوا عليه الشرطه، على خاطر ديجا تحقيقات عاملين فرقه خاصه بالذات لعز الدين السبعي، في اقل من دقائق لقاو عليه القبض. توا بالطبيعه تحبوا تسالوني علاش هذا الكل على خاطر انسان واحد بركه، على خاطر بعد ما لقاو عليه القبض استعرف بجرائم خلاته ثاني اشهر سفاح في ايطاليا ب 15 ضحيه، والا خلينا نقول ب 15 امراه كيما ماريا ستيلا، جوزيفين، ماريا توتانو، سيليست مادونا، الكلهم اعمارهم تتراوح ما بين 60 سنه واللي 100 سنه، واللي في جرتهم تشدوا 4 مشتبه فيهم وتحكم عليهم بالمؤبد، وقت اللي كان عز الدين حر طليق وكل ما يتشد يعطي هويه مزوره. عز الدين تحكم عليه بالحبس المؤبد، وفي وسط المده هذيك حاول يقرب الربي وبدا يصلي، ولكن في 15 ديسمبر 2012 عز الدين انتحر في زنزانته في حبس بادوفا. وبالنسبة لأسباب تركيزه على عزايز هو انه كان عنده مرض نفسي، جرت عائلته اللي كانوا من اللي هو صغير يعاملوا فيه بطريقة خايبة خلاته يكبر بنقمة للعزايز، وهذه كانت نتيجتها.